حكاية قديس وشهيد. وتعالوا النهارده هنعرف فيه معجزة حصلت في كنيسة ما كانش فيه شعب خالص بيحضر فيها. اللي حصل ان في اب كاهن كان مرسوم على كنيسة، والكنيسة دي محدش بيجي فيها خالص. ابونا جه وصلى صلاة العشية، وهو بيصلي صلاة العشية كانوا معاه 2 من الشمامسة. بس ابونا لقي مفيش حد خالص موجود في الكنيسة. سأل واحد من الشمامسة هو ايه اللي بيحصل؟ قال له يا ابونا انا مش عايزة اقول لك عشان ما تزعلش، اصلك الكنيسة هنا مفيش حد بيجي يحضر خالص من البلد في الكنيسة دي. قال له ازاي؟ قال له محدش بيجيها خالص ولا بيدخل جوه الكنيسة هنا خالص. فقال له بكرة هنصلي القداس. وصحي الصبح وجه ابونا يصلي القداس، مفيش شعب لكن فيه هو والاتنين الشمامسة. صلى ابونا القداس وخلص القداس، حتى هو بيبخر بيه بيلف في وسط الكنيسة مفيش شعب، بس برضه ابونا ما هموش وكمل القداس. بعد ما خلص القداس وتناوله، مسك ابونا الشماس ده وقال له طب ايه رايك، انا عايز اعمل دراسة كتاب مقدس. قال له ابونا هتعمل لمين؟ يما ما فيش شعب بيجي، هنعمل دراسة الكتاب لمين؟ قال له بس استنى وانت هتشوف. طلع ابونا بعد القداس راح جاب حجارة كتير وحط على الديسكات على مكان ما كل حد بيقعد حجر، وبعد كده جه يعمل دراسة الكتاب المقدس. وقعد ابونا يتكلم وفتح المايك والصوت عالي، والناس في الشارع معدية تسمع ان في اب كاهن جوه في الكنيسة وبيوعظ. فكل اللي معدي يقول ايه، طب هو بيوعظ لمين؟ او في حد بيجي في الكنيسة هنا؟ محدش بيدخل الكنيسة هنا. فكلهم كانوا مستغربين. ففي 2 صحاب ماشيين مع بعض، ففيهم واحد قال له طب استنى انا اشوف هو ابونا بيوعظ لمين. بص من الشباك لان الكنيسة في دور ارضي، في ابونا قاعد ومعاه 2 شمامسة، وقاعد ابونا بيتكلم في المايك وصوته عالي وبيوعظ، وكأني باصص لشعب لكن مكان كل واحد من الشعب في حجر كبير. راح استغرب ايه اللي بيحصل ده، لكن اللي حصل قعد الراجل يعيط يعيط عياط جامد قوي، لان ربنا في الوقت ده لمس قلبه. فالتاني اللي معاه بيقول له يا عم انت بتعيط ليه؟ قال له طب بص التاني برضو ما استحملش قعد يعيط. اتفقوا هما الاتنين انه يروحوا يجيبوا اهل بيتهم ويجوا. ماشيين بيجروا في الشارع، الناس تسالهم انتوا بتجروا ليه؟ يقولوا لهم روحوا الكنيسه وانتوا تعرفوا. كل ما حد يروح الكنيسه ربنا يلمس قلبه باللي بيشوفه ده ويروح يجيب قرايبه واهل بيته، لغايه لما الكنيسه اتملت خالص في الطرقه بتاعت الكنيسه، لكن على الديسكات محطوطه الحجاره ومحدش قاعد. راح ابونا بعد ما خلص الوعظه قال لهم كل واحد يشيل حجر ويقعد مكانه. كل واحد شال حجر. قال لهم انتوا عارفين ايه معنى الحجر ده؟ قعدوا وعظ لهم وكلمهم، وبعد كده اتلمس قلب الشعب كله وفضلوا يجوا الكنيسه باستمرار. ودي كانت بركه رب المجد، وبركه رب المجد تغير حياتنا وتقربنا ليه اكتر واكتر. ولربنا المجد الدائم الى الابد، امين.